صلي على الحبيب. في حكايتنا اللي هنقولها النهاردة حكاية صعبة جدا. ناس ما عندهاش دم ولا عندها ضمير ولا عندها أخلاق ولا عندها دين. مش عارفة هم فكروا يعملوا كده ازاي، فكروا يضغطوا على الناس بالطريقة دي ازاي. الموضوع صعب جدا يا جماعة، الموضوع بشع، ولكن أنا هقول لكم عليه في اختصار. كان في بنت وولد لسه متجوزين جداد، هي 25 وهو 27، وكانوا بيجروا على أكل عيشهم، بيدوروا يلموا كرتون من الشوارع ويلموا المخلفات علشان يجمعوها ويبيعوها وياكلوا لقمة حلال منها. وبعدين في يوم صحيوا من النوم لقوا التريسيكل بتاعهم مسروق. طب يعملوا ايه؟ قعدوا يدوروا عليه شمال ويمين، مش موجود. المهم في ناس قالت لهم ممكن يكون حد سرق التريسيكل دون وراح وداه المقابر، روحوا بصوا هناك. المهم الولد قال انا هروح ابص على التريسيكل. المهم زوجته يعني اتصممت ان هي تروح معاه. يا بنتي خليكي، ما رضيتش ابدا. المهم راحوا هما الاتنين وجينا عند المقابر، قالوا لها خليكي، انا هخش، انا هبص عليه واطلع لك على طول. قالت له لا، انا لازم اخش معاك، انا خايفه عليك. ده اكل عيشهم يا جماعه. المهم دخلوا هما الاتنين المقابر، وحظهم السيء ان كان في 4 شباب قاعدين جوه المقابر عمالين ياخدوا مخدرات ومش مركزين، والدنيا كانت وحشه خالص. المهم هم افتكروا ان الولد والبنت دول داخلين المقابر عشان يعملوا حاجات مش كويسه. المهم الولد الكبير اللي فيهم 28 سنه قرر ان هو ياخد البنت. اصل هي عاجباه قوي. فالمهم قال للولاد الصغيرين يتراوح سنهم التلاتة التانيين من 16 ل 17، تعالوا امسكوا الراجل وكتفوه في الشجرة وثبتوه بالسلاح، كان معاهم سلاح ابيض، وانا هاخد البنت علشان هي عاجباني. المهم كان وهم ثبتوا الراجل وهو اخد البنت وقعدت تقول له ده جوزي، والله العظيم ده جوزي، وهو ولا حياة لمن تنادي. وخدها واغتصبها ورجله، وبعد كده قدام جوزها، وبعد كده جريوا وسابوهم واستغاثوا بالاهالي، والاهالي جت خدتهم ودت البنت المستشفى. وبعد كده راحوا للشرطة. ومن ساعتها من 5 سنين، من 2020، والتقاضي شغال ما بين البنت والولد دول، الزوج والزوجة، وما بين الولد اللي هو اغتصب البنت. ولسه حالا جاي لها حقها، لسه حالا اتحكم عليه بالشنق، واتحكم على الباقي كل واحد ب10 سنين. الحمد لله، صلي على الحبيب.